بسم الله ولا إله إلا الله وصلاة وسلاما عليك يا خيرة خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا بسجل لكم بقى الفيديو ده وأنا النهاردة معزومة عند ماما في أول يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد علينا وعليكم الأيام دي بخير يا رب. إن شاء الله بقى خلصنا اللي ورانا كله بإذن الله، وبإذن الله هتشوفوا فيديوهات حلوة كده على وابور الجاز بإذن الله، هتعجبكم جدا. بس يلا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس وحطوا اللايك فضلا وليس امرا. انا بقى ما رضيتش اوريكم الشقه وهي بتتروق والكلام من ده. انا روقت الشقه ومشيت بقى ايه بالكاميرا كده اصورها لكم، وبعدين بعد ما نخلص ان شاء الله نطلع للطيور ونقول لكم بقى ايه على الماده فعلا الفعاله بسم الله ما شاء الله اللي هتجيب نتيجه حلوه جدا جدا جدا. هنا بقى انا بوريكم الشقه بعد ما نضفتها وروقتها. انا نسيت اجيب الدهان والله من عند اختي. سبحان الله، الانسان ده كله نسيان. الاوضه دي بقى يا جماعه الخير اوضه الكراكيب. خلصنا بقى تنظيف الشقه، يلا بينا نطلع للطيور نقول لكم بقى على اقوى ماده فعاله بسم الله ما شاء الله كده، حاجه عال العال بتجيب فاخر من الاخر، كلها فيتامينات حلوه جدا. واحنا بنقول لكم انا بقول لكم الحاجات دي ببقى جربت وشفت النتائج بتاعتها. انا ما اقدرش انزل لكم حاجه من غير ما يكون في تجربه عمليه. بتعمل معدل في انتاج البيض حلو جدا، معدل في انتاج اللحم كويس جدا، طبعا فيها فيتامينات حلوه جدا، بتسرع في انتاج عنقود بيض سواء بقى في البط سواء في الفراخ، يعني جميع انواع الدواجن. بسم الله ما شاء الله تجربتي معاه كانت فعالة. الحاجات دي اصلا بتفتح نفس الطيرة. انا مشيت في الادوية كتير بتنفع في حالة ان طيب هي الحاجة دي هي الجزر.